وأحسن مراجعة للقرآن في صلاة الليل، لا أبرك منها ولا أحسن منها ولا أقوى منها في تثبيت الحفظ. قد يا إخوة يأتي الواحد منا يراجع لمدة ساعتين فينسى بعد يومين أو ثلاثة، لكن إذا قرأ في صلاة الليل يبقى معه مدة أطول. فأحسن شيء يا أخي أن تجعل مراجعتك للقرآن في صلاة الليل، فيشجعك هذا على أن تقوم الليل، وعلى أن تطيل في القيام، وعلى أن تراجع القرآن في كل ليلة. فإذا تعهدت القرآن وراجعته فإنه يثبت. وإلا كان أشد تفلتا من الإبل في عقولها. إذا نسيت فراجع واستمر في الحفظ، لا تقطع الحفظ، لأني أعرف بعض الإخوة توقفوا عن الحفظ تماما بحجة أنهم يراجعون الماضي، ثم يكسلون عن المراجعة في الحقيقة. لكن رتب وقتك، اجعل مراجعتك في صلاة الليل. وقلت مرة اجعل لكلام الله أفضل أوقاتك. كلام الله أفضل الكلام، القرآن أفضل الكلام، فاجعل لأفضل الكلام أفضل أوقاتك. بعضنا يجعل للقرآن الوقت الضائع، ما يخصه بوقت نفيس. نعم إذا حصلت لك فرصة وقرأت في القرآن هذا طيب، لكن يجعل لكلام الله أفضل أوقاتك، قبيل الفجر، بعيد الفجر، تحفظ ولو آية. لا تحرم نفسك من الحفظ ولو أن تحفظ آية في كل يوم، ليست قليلة والله، ليست قليلة أبدا أن تحفظ آية في كل يوم مهما كان حفظك السابق. هب أنك لم تحفظ إلا قليلا، راجع الذي تحفظ وخذ على نفسك أنه لا يمر بك يوم إلا وحفظت آية. كل يوم لابد أن تحفظ آية، قد ييسر لك الله أكثر من آية، لكن الذي تلزم به نفسك آية وتراجع، ستجد أنك ولله الحمد والمنة ستحفظ القرآن كاملا. ومن صدق الله صدقه الله. فيا طلاب العلم، القرآن أعظم ما تحفظون، لا تهملوا قراءة القرآن ولا تضيعوا حفظه. والمسلم شرفه أن يقرأ كلام الله. مما نصحنا به بعض مشايخنا ونحن في الصغر، قال احرص على الأقل أن تذهب إلى المسجد عند الأذان، على الأقل عند الأذان إن لم تتقدم، وصل ما شاء الله أن تصلي، واقرأ، واجعل ما بين الأذان والإقامة لوردك في القراءة، ليس الحفظ ولا المراجعة، لوردك في القراءة. واجعل مراجعتك في صلاة الليل، واجعل لحفظك ما قبل الفجر وبعيد الفجر. وهذا من أنفع ما يكون لمن يريد أن يقرأ القرآن ويحفظ القرآن.